وتكملة لسلسلة أفلام الشعوذة. النهاردة نلخص الجزء السابع منها، وزي الأفلام الباقية احنا ماشيين بالتسلسل، فيلا بينا من غير أي تأخير نبدأ القصة. الفيلم بيبدأ بينا في المكسيك سنة 1673، وبنشوف عيلة شكلها عايشة حياة هادية، أب وأم وطفلين. لكن الهدوء ده ما بيكملش كتير. فجأة الولد الصغير بيشوف أمه وهي بتغرق أخوه في البحيرة، فالولد بيتخض وبيحاول يجري، بس أمه بتلحقه وبتمسكه وبتاخده معاها. ومن هنا بقى الأحداث بتنقلنا لوس أنجلوس سنة 1973، وبنتعرف على أنا أم أرملة. جوزها كان ضابط شرطة وتوفى، وسابها لوحدها بتربي بنتها سامانتا وابنها كريس. أنا شايلة كل حاجة على كتافها، أم وأب في نفس الوقت، وكمان شغالة في الشؤون الاجتماعية. شغلها إنها تتابع الأهالي وتتأكد إن الأطفال عايشين في أمان ومحدش بيأذيهم. وفي الشغل بتكتشف إن في قضية قديمة كانت ماسكاها تخص ست اسمها باتريشا، اتنقلت لموظف تاني. فأنا بتعترض، لكن مديرها بيقول لها انت مضغوطة جدا اصلا اليومين دول، ولازم تدي وقت لاولادك، فخدي اجازة. بس انا بتصر انها انسب واحدة للقضية دي، علشان عارفة باتريشا وعارفة ظروف بيتها كويس. وفي الاخر مديرها بيوافق وبيرجع لها القضية تاني. وبعدها بشوية بقى بيوصل بلاغ ان ولاد باتريشا ما راحوش المدرسة، فانا بتقرر تروح البيت بنفسها، ومديرها بيطلب منها تاخد معاه ضابط شرطة احتياطي. ولما بيوصلوا عند باتريشا، الست بترفض تفتح لهم في الاول، فأنا بتحاول تهديها وبتقول لها إنها تدخل لوحدها من غير ما يكون الضابط معاها. وبعد تردد بقى باتريشا بتوافق. وأول ما أنا بتدخل، بتلاقي باتريشا مرعوبة بشكل غريب، بتسألها على ولادها، فبتقول لها إنهم كويسين، لكن أنا مش شايفة أي أثر ليهم في البيت. وفجأة عين أنا بتقع على باب عليه رسومات عيون كتير، وكل ما تقرب منه باتريشا بتتوتر أكتر وأكتر. ولما أنا بتحاول تفتح الباب، باتريشا بتهجم عليها بعنف وبتحاول تأذيها. ولحسن الحظ بقى الضابط بيدخل في اللحظة المناسبة، وهو بيمسك باتريشا وبياخدها. وسط اللخبطة بقى أنا بتلاحظ مفتاح متعلق في رقبة باتريشا، فبتشيله وبتستخدمه علشان تفتح الباب الغامض ده. وباتريشا بتفضل تصرخ فيها ما تفتحش الباب، لكن أنا بتفتحه فعلا. وهنا الصدمة، بتلاقي الطفل مستخبين جوه، مرعوبين كده وبيترعشوا. وأول حاجة بيقولها لها: اقفلي الباب، لو ما قفلتوش هيقتلنا. وأنا ما بكونش فاهمة هما بيتكلموا عن مين، لكن الأطفال كانوا بيقصدوا كيان شرير اسمه ليورانا، ومعناها الست البكاية. المهم الأطفال بعد كده بيتنقلوا لدار رعاية، وهناك أنا بتلاحظ إن في إيديهم أثر لحروق. ولما بتسألهم بيقولوا لها: أمنا باتريشا هي اللي عملت فينا كده. وأنا ما بكونش لسه مستوعبة تحذيرهم عن ليورانا، وبترجع بيتها وهي فاكرة إن الموضوع كله مجرد أم مضطربة نفسيا، لكن اللي حصل بعدها كان أسوأ بكتير. ليورانا بتروح للأطفال وبتغرقهم في المياه وهي بتعيط بشكل مرعب، ومن كتر بكاها الناس بقت تسميها الست البكاية. وبعدها أنا بيوصل لها خبر صادم: الطفلين ماتوا غرقانين. فبتجري على المكان فورا، وبتسيب سامانتا وكريس مستنين في العربية بعيد شوية، وده بس علشان ما يشوفوش المنظر البشع. لكن لما أنا بتقرب من الجثث، بتظهر باتريشا وبتبدأ تتهمها إنها السبب في موت ولادها، وبتقول لها إن كان فاضل ليلة واحدة بس وكانت هتقدر تحررهم من قبضة ليورانا. فأنا بتسألها بصدمة مين ليورانا دي، لكن قبل ما باتريشا تشرح، الشرطة بتاخدها وبتمشي. وفي العربية سامانتا بتنام، لكن كريس بيفضل صاحي. فضوله بيغلبه فبينزل وبيقرب من مكان الجثث، لحد ما فجأة بيسمع صوت عياط ست غريبة ومرعب. الصوت بيخلي كده جسمه يقشعر، ولما بيلف حواليه بيشوف ليورانا، لكن في لحظة بتختفي من قدامه، وبتظهر تاني وهي ماسكة ايده وبتحرقها بعلامة غريبة، نفس العلامة اللي كانت موجودة في ايدين ولاد باتريشا. فكريس بيتخض طبعا وبيجري على العربية، لكن ليورانا ما بتسيبهمش. بتفضل تحاول تدخل العربية وتوصل للطفلين، لحد ما أنا بتلحقهم وبتنقذهم وبتاخدهم للبيت. وتاني يوم بقى أنا بتروح الكنيسة، وهناك بتقابل الأب رافائيل. الراجل ده معروف إنه بيعالج ناس بطريقة غريبة، وكأنه عنده قدرات مش طبيعية. وأنا بتروح له علشان تفهم حكاية ليورانا. وهنا بقى هو بيبدأ يحكي لها الأسطورة المظلمة عن الست البكاية. وفي نفس الوقت سامانتا بتكون بتلعب في البيت لوحدها، وفجأة ليورانا بتظهر لها، بتمسك برضو ايدها وبتسيب لها نفس علامة الحرق المخيفة اللي ظهرت على كريس ولاد باتريشا. ولما أنا بترجع للبيت، بتلاقي سامانتا منهارة ومرعوبة. البنت بتحاول تخبي الحقيقة وبتقول إنها وقعت واتخبطت، لكن أنا بتحس إن في حاجة غلط. وفي اللحظة دي بيوصل المحقق كوبر صاحب جزء أنا الميت، وبيقول لها إن الشرطة شاكة إن باتريشا هي اللي قتلت ولادها بنفسها، لكن أنا بدأت تحس إن الحقيقة أبشع من كده بكتير. والمحقق كوبر بيقول لها أنا
إن الشرطة كانت شاكة إن باتريشيا هي اللي قتلت ولادها، لكن المشكلة بقى إن عندها حجة قوية جدا، وهي إن وقت موت الأطفال كانت موجودة في الكنيسة، وفي ناس كتير شافوها مستعدين يشهدوا إنها كانت هناك. فكوبر بيدي أنا ملف قضية باتريشيا علشان تراجع وتقول رأيها، وفي نفس الوقت بنشوف رافائيل رايح بيت باتريشيا وبيجمع دموع ليورانا، وده معناه إن الراجل فاهم كويس هو بيتعامل مع إيه. وبعدها أنا بتقعد في البيت بتقرأ الملف، لكن فجأة بتحس إن في حد معاها، وبتلاقي كريس واقف قريب من باب البيت، والباب بيتفتح لوحده وكأن في حاجة مش باينة دخلت من خلاله. فأنا بتحاول تطمن كريس وتحطه ينام، وبعدها بتدور على سامانتا، فبتلاقي ورق الملف كله متبعتر على الأرض، وكأن في حد غير مرئي بيقلب فيه أو بيحاول يوصل لها رسالة. وأنا بتحس إنها بوجود حد في الغرفة، وفجأة بتلمح ليورانا في غرفة سامانتا، وقبل بقى ما تلحق تعمل أي حاجة الباب بيقفل لوحده بعنف. وبعدها مباشرة ليورانا بتظهر لأنا في غرفتها هي، وهنا أنا بتتأكد إن اللي بيطاردهم مش خيال ولا توهم. وسامانتا وكريس بيدخلوا عليها، وأنا بتخليهم يناموا جنبها في السرير، لكن هي نفسها ما بتعرفش تنام لأن الرعب بقى داخل بيتها وبين أولادها. وتاني يوم بقى أنا بتروح تزور باتريشيا، وأول ما بتشوفها باتريشيا بتحملها مسؤولية موت أولادها، وأنا بتلاحظ إن في إيد باتريشيا نفس علامة الحرق اللي شافتها على إيد كريس والأطفال. وباتريشيا بتقول لها إن ليورانا هي السبب في كل اللي بيحصل، وبتحذرها قريب جدا هتسمع صوت عياط ولادك، وساعتها ليورانا هتاخدهم منك زي ما أخدت أولادي. لكن الصدمة الأكبر إن باتريشيا بتعترف لها إنها عملت صفقة مع ليورانا، عرضت عليها أولاد أنا مقابل إنها ترجع لها أولادها. وفي نفس اللحظة كريس بيبدأ يسمع صوت عياط مرعب في البيت، وليورانا بتظهر له وبتحاول تسحبه لتحت، لكن أنا بتلحقه في آخر لحظة تنقذه، وبعدها بتجري بيه على المستشفى. وهناك الدكتور بيلاحظ علامة الحرق في كريس، فبيتصل بالشؤون الاجتماعية. وهنا بقى حياة أنا بتبدأ تتعقد أكتر، لأن إصابة كريس شكلها يوحي إن في حد بيأذيه. وبالليل كوبر وزميلة أنا اللي اسمها دونا بيروحوا لها البيت، لكن زياراتهم ما كانتش عادية، دي كانت تحقيق رسمي مع أنا علشان يعرفوا إذا كانت بتضرب ولادها أو بتعذبهم. فأنا بتسأل كريس عن اللي شافه، فبيحكي لها عن ليورانا وكل المرات اللي ظهرت له فيها. وفي نفس الوقت ليورانا بتحاول تغرق سامانتا، لكن أنا بتوصل في الوقت المناسب وبتنقذ بنتها. فليورانا بتغضب وبتلعن أنا، لكن أنا بتقدر إنها تهرب بولادها، وما بيبقاش قدامها غير إنها تروح للكنيسة تدور على أي حد يساعدها هناك. وهناك بتقابل الأب رافائيل، والراجل بيحكي لها عن تجربة مرعبة حصلت له مع دمية أنابيل، وبيفهمها إن بيبقى في حاجات بتبقى مجرد أدوات لشر كبير ساكن جواها. فالأب بيعرض عليها مساعدة الكنيسة، لكن بيقول لها إن الدعم ممكن يتأخر لأسابيع، لكن أنا مش قادرة إنها تنتظر. فبيقرر إنه يبعت مع المساعد بتاعه اللي برضه اسمه بيكون رافائيل، وده هيساعدهم خطوة بخطوة. رافائيل بيبدأ يجهز حاجات غريبة، تمائم وأعشاب وبيض وأدوات للحماية، وبيعمل طقوس علشان يعرف إذا كان الشر فعلا موجود في البيت ولا لأ. فالبيض بيتكسر ومن جواه بيطلع لون أسود، ودي علامة بالنسبة لرافائيل إن فعلا قوة شيطانية موجودة وقريبة منهم جدا. وعلشان يحمي أنا وأولادها رافائيل بيبدأ يوزع أدواته في البيت وبيجهزهم لليل، لأن قوة ليورانا بتزيد جدا أول ما الدنيا تضلم. ولحظة ما كان بيجهز بيشرح لكريس إن الصليب اللي معاهم معمول من خشب شجرة النار، ودي نفس الشجرة اللي شهرت جريمة ليورانا لما غرقت ولادها زمان. الشجرة دي أغصانها محروقة وكأنها لسه بتبكي، لكن خشبها في قوة يقدر يقف قدام شر ليورانا. وهنا رافائيل بيدرك إن الموضوع مش سهل، هو بيقول لهم انتوا قدام شيطان قوي ومش هتنجوا غير لما تقفوا كلكم مع بعض. وبعدها بينقد مع ليورانا اللي جمعها لأنه ناوي يستخدمها كسلاح ضدها. ومع دخول الليل هنا بقى ليورانا بتوصل أخيرا، ورافائيل بيحط أنا والأطفال جوا دايرة من الشمع، وده علشان يحميهم. لكن ليورانا بتقدر إنها تستخدم قوتها وبتطفي الشمع كل مرة واحدة. بتبدأ تهجم على أنا، وبعدها بتحاول تخطف كريس، ورافائيل بيتدخل وبيمسك كريس وهي بتحاول تسحبه لبعيد. وفي حركة جريئة رافائيل بيرمي عليها دموعها في وشها، فالدموع بتحرق وشها فعلا، لكنها ما بتموتش لأنها لسه أقوى من إنهم يخلصوا منها بالسهولة دي. وهنا رافائيل بيستخدم بذور شجرة النار، بيعمل بيها حاجز قدام الباب علشان يمنع ليورانا إنها تدخل. فهي بتغضب وبتحاول من الباب الخلفي، فالكل بيجري علشان يقفله ويحميه، لكن اللي حصل ده كان فخ. ليورانا شغلتهم بالباب الخلفي، وفي نفس الوقت استغلت أضعف نقطة عندهم، وهي البنت الصغيرة سامانتا. الطفلة بتلاقي دميتها برا البيت، ليورانا كانت حاطها لها هناك عن قصد،
وسامانتا بتقرب من الباب وهي مش عارفة إن المصيبة دي مستنياها. وفي الأول بقى سامانتا بتحاول ما تعديش حاجز بذور شجرة النار، لكن أنا بتصرخ فيها وبتقول لها ما تلمسيش الدمية. بس للأسف سامانتا بتمد ايديها وبتلمسها، فبكده قطعت الحاجز. وفي لحظة ليورانا بتخطف سامانتا وبتسحبها لبره. الباب بيتقفل بعنف وأنا بتلاقي نفسها محبوسة بره، وليورانا بتحاول تغرق سامانتا في حمام السباحة، لكن أنا بتنط في المية علشان تنقذ بنتها. كانت بتحاول توصل لسامانتا جوه حمام السباحة، لكن ليورانا بتهجم عليها كمان وبتحاول تغرقها. الوضع بيكون مستحيل. الأم والبنت بقوا تحت المية والكيان ده عاوز يخلص منهم هما الاتنين. وفي آخر لحظة رافائيل بيوصل وبيبدأ يستخدم طقوسه علشان ينقي مية حمام السباحة ويكسر تأثير ليورانا. وبالفعل ليورانا بتضطر تسيب المية، وأنا بتقدر تطلع هي وسامانتا بسلام. لكن أول ما بيدخلوا سامانتا البيت البنت بتحاول ترجع تاني لبره، ورافائيل بيفهم على طول إن ليورانا سيطرت عليها وإنها بتناديها علشان ترجع لها. وعلشان يحموا الأطفال رافائيل بيقول لأنا إنها لازم تخليهم في مكان آمن لحد ما ليورانا تمشي. وأنا من كتر اليأس والخوف بتعمل نفس الحاجة اللي باتريشا عملتها في البداية، بتحبس كريس وسامانتا جوه الدولاب وبتقفل عليهم. وبره ليورانا بتفضل مستنية في هدوء، مستنية أي فرصة علشان توصل للأطفال. وأنا بتطلع القلادة اللي خدتها من رقبة ليورانا وبتوريها لرافائيل، والراجل بيقول لها تحافظ عليها كويس لأن القلادة دي ممكن تكون مفتاح هزيمة ليورانا. ولكن قبل ما ينفذوا خطتهم بتحصل كارثة. باتريشا اللي ليورانا لعبت في دماغها بتعدي حاجز بذور شجرة النار، وباتريشا كانت لسه مصدقة إن لو سلمت كريس وسامانتا هترجع لها ولادها اللي ماتوا. فبتدخل وهي مصممة إنها تنفذ الصفقة وبتضرب رافائيل بالنار، وحاجز البذور بيتكسر وده بيفتح الطريق قدام ليورانا إنها تدخل البيت. وليورانا بتهجم على أنا وترميها في البدروم، وباب البدروم بيقفل لوحده وأنا بتتحبس جوه. وبعدها بقى الأبواب كلها بتبدأ تتقفل واحد ورا التاني وكأن البيت نفسه بقى سجن. لكن كريس بيقدر يتصرف بسرعة، بياخد القلادة وبيطلع فوقها وسامانتا وبيدخلوا يستخبوا في مخزن صغير. لكن ليورانا بتلاقيهم في الآخر وبتقرب من كريس وهي على وشك إنها تخطفه، بس هو بيطلع القلادة قدامها. وهنا بقى بيحصل تحول غريب. أول ما بتشوف القلادة شكل ليورانا بيتغير، الشر اللي في عينها بيختفي اللحظات وبتبقى كأنها أم مكسورة وفاكرة أولادها. بتقرب من كريس وبتلمسه كأنه ابنها وبتبدأ تعيط. القلادة فكرتها بأطفالها وبالمصيبة اللي عملتها فيهم. وفي نفس اللحظة باتريشا بتستوعب إنها اتضحك عليها وإن ليورانا عمرها ما كانت هترجع لها أولادها، فبتندم وبتكسر قفل البدروم علشان تحرر أنا. وأنا بتطلع وبتجري فوق علشان تلحق كريس وسامانتا. والمفاجأة إن رافائيل بيظهر تاني وبيتضح إنه كان عامل نفسه ميت علشان يضحك على ليورانا. ولحظة ما كانت ماسكة كريس وبتبكي القماشة اللي كانت مغطية المراية بتقع فجأة، وليورانا بتشوف انعكاسها في المراية. وأول ما بتبص لنفسها بترجع تاني للشكل المرعب والروح الشريرة اللي كانت عليها. فالمراية بتتكسر وقبضتها على كريس بتقوى وبترميه لبره بعنف شديد. وأنا بتوصل في آخر لحظة وبتضم كريس وسامانتا وليورانا بتبدأ تقرب منهم علشان تاخدهم للمرة الأخيرة. لكن رافائيل بيتدخل وبيرمي صليب شجرة النار في النار، وأنا بتمسك الصليب بسرعة وبتغرزه في جسم ليورانا. وفي اللحظة دي قوة ليورانا بتنهار والروح الشريرة بتختفي للأبد. وبعد ما الشر ده بيروح الضلمة اللي كانت مغلفة البيت بتختفي والهدوء بيرجع من جديد. ولحد هنا بقى الفيلم بينتهي وأنا أخيرا بكون مع ولادها كلهم سالمين بعد اللي عاشوا من رعب. فأتمنى الملخص يكون عجبكم وانتظرونا في الجزء الثامن. سلام.